في ربي، صويمين وتعبانين قاتلنا الحر. الهوى يا صاحب الهوى، الله بالخير وكل عام وانتم الخير، ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والعافية. سالوفة اليوم عن عجوزية رمضان، سالوفتي عن هدية وغافي، هدية مسنعة ومبيت صارت من نصيب غافي، غافي وصدق غافي. هو الوني وهو العجوزي، وقلاص الماي ما يجيب الروحة. ومن زوجته هدية وشافت هاي طبايعه، اجت وسولفت عليه، قالت له يا غافي انت لازم تتغير وتصير مسنع ومرتب، انا هم اتعب واطيح اذا شغل البيت كله علي. غافي حتى حجاياته ونية ويجرجر بالحكي تجرجر، نب عليها وقال لها وش اسوي لك يا هدية، انا هذا حالي وما اغيره، كيف انت مسنعة ومبيت، خليني انا عجوزي. الحكي وي غافي ضايع، ويطب منه ويطلع منه، وهدية كانها تملي بجرة مكسورة. قالت لها هيك تجاوبني وترد علي؟ نعم الله عليك، أنا مأيسة منك وغاسلة دي. دارت الأيام وهل عليهم شهر رمضان، ومن أول ليلة بالسحور سوت ذاك الأكل هدية وجابته وحطته قدام غافي. ومن شاف الأكل كان يقلها شنو هذا يا هدية، أنا باكر صويم وتعبان، هذا ما يكفيني، روحي طبخيلي. قالت له ما يصير تاكل طبخ، معدتك مو زين عليك، وبعدنا أول ليلة برمضان. ظل ينق على راسها ويريد له طبخ. أمرها الله المقرودة راحت وطبخت له، وأكل لحد ما طلع من خشمه، ورا الأكل لف راسه ورد نام. وهدية نامت لها سويعة وقعدت كانها وردة وتعدل وترتب، ولا كانها صويمة وتعبانة. غافي النهار كله نايم، ويقعد قبل الفطور بساعة يجي الهدية وهي بالمطبخ ويباوع للأكل، هذا ما أريده وشنو هذا، ويشرط. وهدية طابخة صناف ورناق كل شي طابخة، ويجيها هذا يشرط عليها. ملت منه هدية كل يوم على هذا الحال، كل ما تطبخ ما يرضى عليها، والنهار كله نايم، وورا الفطور نايم وبس ياكل وينام، لا فايدة ولا منفعة. ردت وحكت وياه، قالت له يا غافي ما يصير هذا الحال، رمضان مو بس أكل وشرب، روح صلي لك ركعتين، اقرأ لك كلمة من القرآن، روح زيارة المريض، اسأل على الفقير، سوي لك سالفة. انت لو يمي بالمطبخ وتشرط على الأكل، لو تطلع برا وتهمش بالوادم وتتفاخر أنا صايم وأنا صايم، أدري بس أنت الصايم. زين أسألك سؤال. قالها إيش تردين مني؟ سأليني. قالت لي أقلك أنت من يمتى تصوم؟ قالها شنو من يمتى أصوم؟ من زمان وأنا جاهل أنا أصوم. قالت له وأنت جاهل وأنت تصوم؟
شبيك شال حالي وكاتلك الجوع؟ شي يقول اللي يصوم على كبر؟ اذكر الله يا رجال وتحمل الجوع والعطش. ما يفيد الحكي ويغافي، وظل هذا ديدنه لحد 10 يوم برمضان لليل، وكان يصيح من معدته: آخ معدتي، توجعني معدتي، الحقيني يا هدية. جته هدية: ها خيرك؟ قالها: معدتي توجعني. راحت واستنجدت بالجيران وأجوا خذوه للمستشفى. ومن شاف الطبيب قال له: أبويا أنت شماكل وش مسوي بمعدتك؟ قال له: ما ماكل شي، أنا صويم. قال له: لا أبويا، أنت ماكل أشكال ومعدتك هسه خربانة. أنا راح أكتب لك علاج، راح أعطيك دواء وتلتزم بيه، بس من باكر لازم تفطر حتى تاخذ دواك. قال له: ها أفطر؟ قال له: إيه، ما يصير، معدتك كلش خربانة، أنت شماكل عليها. هدية بين الفرحانة حتى رجلها يصير له درس، وبين الضايجة خطية صحته وعافيته. ردوا للبيت وغافي اجا وقعد على الكرسي وبس صافن. جته هدية وقعدت جوا رجليه مثل الأطفال تحكي وياه. قالت له: شفت يا غافي، شفت ايش سويت بروحك؟ حسبالك رمضان بس أكل وشرب. كان ينب عليها ويقلها: سامحيني يا هدية، أنا نقنقت على راسك وتعافيت على نعمة الله، وهسه تاليتني مريض ومعدتي مو زينة وما أقدر آكل بعد. قالت له: ما يخالف، هاي الأيام تفطر بيها تعوضها إن شاء الله، بس كون يصير لك درس، ورمضان الجاي إن شاء الله تصومه كله. ومن ثاني يوم هدية ظلت تطبخ على قدها حتى لا يشوف الأكل وينقهر، وتسوي له شوربة وخبيزة، وللفطور تاكل مثل أكله. عدت الأيام وغافي فاطر ويتنوع للناس كلها صايمة وتذكر الله وتروح للجامع تصلي، وتحسف على هيك الأيام القضاها بس نوم. وبليلة العيد اجا ويا مريته ويلف وياها الكليجة وسولف عليها وقالها: وعد مني يا هدية، أنا أتغير وداريج بالبيت وأصير مسنع، مثل ما أنت أم البيت أنا أبو البيت. ونذر علي رمضان الجاي إذا صحت رجعت لي أنا أطبخ بإيدي، والأكل اللي أطبخ منه أوزعه على الجيران وعلى الوادم. وهل عليهم العيد وعيدوا وعاشوا بخير وسعادة. يا صايم لا تتذمر، ورمضان مو بس أكل وشرب، غير من حالك ولا تنسى أكو هواي ناس جوعانة برمضان ومن غير رمضان. ممنونة منكم وداعة الله.